نابت الجمعة العظيمة يا بنات هنعمله من اول تنبيته لغاية ما نطبخه مع بعض. واول حاجة بوريها لكم اهو، بصوا شكل النابت بجد شكله جميل ومتنبت، ولا واحدة يا بنات ما تنبتتش اهو زي ما احنا ما شايفين كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النابت النهاردة مع بعض من اول ما ننبته لغاية اخر خطوة فيه. وادي نتيجة النابت يا جماعة اللي احنا عاملينه بايدينا في البيت. بصوا تحفة اهو زي ما احنا شايفين كده، النبتية مهرية خالص اهو، ولا واحدة فيه مش متنبتة ولا واحدة فيه ناشفة. بصوا الشوربة كمان بيضة، للناس اللي بتشتكي ان الشوربة بتاعته ما بتبقاش بيضة وبتغمق. هي طبيعي يا بنات لما بتقعد شوية لازم لونها يغمق شوية، بس انتي اعملي النبت بالطريقة اللي هقولك عليها دي. بس اهم حاجة تابعي معايا خطوة بخطوة. واول حاجة دلوقتي انا عملتها ان نقيت الفول كويس قوي، وتخلصت من اي فولة كده مش كويسة، ونقعت النبت من بالليل اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا وهوريهولكوا دلوقتي اهو. بصوا بعد ما اتنقع الفولة ذات نفسها يا بنات حلوة بصراحة اهو. وخلاص كده انا غسلته كل شوية، كل ما اخش المطبخ اغسله واصفيه اغسله واصفيه لغاية ما اداني النتيجة دي. يعني طريقته سهلة قوي يا جماعة وهينبت معاكي ويبقى زي كده بالظبط. بس وغليت المية وضفت فيها النابت، واي ريم هيطلع على الوش انا بتخلص منه. خلاص كده انا هتخلص منه كله، وهوريكم دلوقتي انا كنت مجهزة ايه. كنت مجهزة ليمون، اهم حاجة الليمون يا جماعة، والبصل والثوم اللي هعمل بيه الطشة. خلاص كده انا اتخلصت من اي ريم طالع على الوش، هغطيه وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. بس عايزة اقول لكم يا بنات تاخدوا بالكم وانتوا بتشتروا الفول، اهم حاجة تسألوا العلاف ان يعني الفول الحلو، عشان هو بيبقى عارف الفول بتاع النبت يا بنات، الفول كويس اللي يطلع لك النبتية زي ما احنا شفنا كده. وادي البصل والليمون والثوم، دلوقتي بضيف البصل وهضيف الملح والكمون والشطة. اكتر من كده يا بنات مش هنحط اهو. طبعا انتي بتملحي الشوربة براحتك، بس بتخليها برضو حلوة، حقيقها حلو كده. وبرضو السر في بياض الشوربة هو الليمون. عايزة اقولك كل ما تكتري الليمون الشوربة بتاعته تبقى بيضة كده وصافية وجميلة. خلاص كده انا هعصر الثلاث ليمونات وهغطي عليه بقى يستوي قبل ما اعمل الطشه. حلو قوي النابت يا جماعه في الصيام، بجد لذيذ كده ولما الفول بيكون مستوي كمان بيبقى طعمه حلو قوي. عايزه اقول لكم بجد في نوع من الفول بيطلع كده فوليه ناشفه وفوليه حلوه، فبرضه مش بيديك الطعم الحلو بتاع الفول كله لما يكون مستوي مع بعض. فده جبته بصراحه كان حلو قوي، وكله اتنبت كده مرة واحدة زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. ودلوقتي هعمل الطشة، واضيف كمية قليلة كده من الزيت بس، وهقلب فيه لغاية ما يديني اللون الاصفر الذهبي. خلاص كده يا جماعة انا طشيت الطشة، بس معلش مقطع الطشة دوت انا مصورتهوش، بس هو واضح قدامكم اهو. عايزة اقول لكم يا جماعة ريحة الطشة مدية ريحة رهيبة للنابت، ريحته تحفة قوي. كمان الشوربة خفيفة وصافية وبيضة زي ما هوريها لكم في الاخر. ودلوقتي هنسيبه بقى يستوي براحته. هو بالفعل استوى، بس انا بسيبه بالطشه شويه عشان ياخدوا يدوا مع بعض كده. بس وهغطيه دلوقتي. خلاص يا بنات كده النابت استوى، ودلوقتي هتقدميه بقى بالطريقه اللي تريحك اهو. بصوا انا حمصت عيش
وقدمت الشوربة وقدمت النابت. والطبق البولة الكبيرة دي يا بنات، لو حد عايز على الترابيزة بيغرف منها. ودي شكل النابت، بجد شكله تحفة قوي اهو بصوا. يلا بقى اعملوا النابت، وكل سنة وانتوا طيبين، وتعيشوا لكل سنة وتعيشوا وتعملوا. اهو يا بنات النابت، بصوا بصوا مهري خالص. وادي شكل النابت يا جماعة اهو بصوا. حطي بقى شطة براحتك، تحمصي عيش. وقدمت ليمون يا بنات، للي عايز يزود ليمون عادي بيزود في الطبق بتاعه. بتمنى الفيديو لو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل